السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم إن شاء الله تكونوا بخير، طمنونا عليكم. أم اليوم طبعا عرفت وقرأت وشفت وسمعت وشفت التعليقات على أزمة الجمارك وجمارك التليفونات، الناس اللي متغربة برا والمصريين اللي بالخارج والمصريين اللي بالخارج والمصريين اللي بالخارج. أم يعني مش عارف تعليقي، احنا سيبنا البلد ليكوا عشان تتمتعوا بيها، الرئاسة والوزارة والناس الشخصيات الكبيرة المليارديرات، الناس الأغنياء اللي في مصر عايشين. طب احنا سيبنا البلد ليكوا وطلعنا اتغربنا بعيد عن أهلنا وبعيد عن عيلتنا وبعيد عن اخواتنا. سيبنا البلد عشان خاطر نعيش حياة كويسة، نحاول نساعد أهلنا، ان احنا نحاول نعيش عيشة كويسة افضل من اللي احنا كنا عايشينها واحنا في مصر، لا وظيفة ولا شغل ولا في اي حاجة، مع دراسة مع تعليم مع كل حاجة. ربنا كرمنا وخدنا قرار ودفعنا فلوس واستلفنا فلوس من الناس وهربنا من مصر وطلعنا بره دولة تانية. ربنا كرمنا واشتغلنا وبنحاول، يعني بنحاول ان احنا نعيش عيشة كويسة. تمام. أم معنى ان انا اجيب تليفون مش معناه ان انا جايب تليفون ب1000 يورو او ب2000 يورو او ب3000 يورو. على فكرة هنا في الدول اللي احنا عايشين فيها او في بره مصر، انت ممكن تاخد تليفون بالقسط وبعدين تدفع انت بالقسط دوت، ممكن بعد سنتين ان انت تخلص القسط بتاعه. فمعنى ان انا عشان ازور اهلي وانزل معايا تليفوني، فان انت تقول لي لازم ادفع جمرك 15 20 30. طب انا ماني دفعت هنا ضريبة عليه في البلد اللي انا فيها. يعني انا ادفع ضريبة في بلدي وادفع ضريبة ادفع ضريبة في البلد اللي انا شاري منها التليفون، وارجع ادفع ضريبة تاني من البلد اللي انا رايح ازورها، رايح ازور اهلي. انا مش هقعد في مصر. يعني ايه معناته ان انت تسجل تليفون؟ ان انت الاول كنا تسجل تليفون كل 3 سنين. على فكرة ما كانش حد موافق اصلا ان انا اسجل تليفون كل 3 سنين، ولكن لما القرار طلع الناس قالت ما ماشي. انما ان هذا ان انت كمان تقول لك لا، اي تليفون هينزل مصر لازم يدفع عليه ضريبة. طب انت دفعت ضرائب؟ ما طبعا الناس اللي هو الاغنياء، اغنياء مصر او بشوات مصر زي ما احنا بنقول عليهم، او الناس ديت حداها التليفونات ديت، فهي اصلا مش محتاجة ان هي تجيب تاني. لكن انت واحد فقير او واحد غلبان او واحد على قد حاله، ربنا كرمه وسافر دولة بعد ما دفع اللي فيها دم قلبه واستلف فلوس من الناس وتعب وتعب وتعب. مش عارف يعني انتوا عايزين ايه من المصريين اللي بالخارج؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ خلاص اي حاجة للمصريين اللي بالخارج، ما عادش ينزلوا مصر. يعني هو لما بينزل مصر ما هو بيدفع فلوس في مصر. هي الفلوس اللي هو بيصرفها وهو نازل مصر، ما هو بيصرفها في البلد والبلد بتستفيد منها. الفلوس اللي هو بيبعتها لأهله فالبلد ديت ما هيكون لقيتها البلد بتستفيد منها. العملة الصعبة اللي بتنزل البلد ما هي البلد بتستفيد منها. مش يعني انتوا عايزين ايه اصلا من اللي هم المغتربين اللي عايشين بالخارج؟ عايزينهم ما ينزلوش مصر مثلا؟ طب ما هم لو ما نزلوش مصر، على فكرة كل واحد مغترب بره مصر شغل عمالة في مصر، لان كل واحد من اللي سافر واللي اجتهد، اللي اشترى بيت، اللي عمر بيت، اللي اشترى عفش، اللي اتجوز، كل الفلوس دي دخلت مصر. فليه ان احنا بنضيق على المصريين اللي في الخارج؟ استقيموا يرحمكم الله. حرام عليكم والله، المصريين اللي بالخارج يعني ربنا علم بحالهم. هو متغرب، بيشتغل، سايب اهله، سايب زوجته، سايب اولاده، سايب امه، سايب ابوه. كفاية عليه الغربة، مش هتكونوا انتوا والغربة عليه. استقيموا يرحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.